بكم في فيديو جديد. مازلنا ان شاء الله مواصلين في تحضيرات رمضان. اليوم باش نعملوا مع بعضنا عصير البرقدين وباش نعملوا السيتروناد، واذا كان ما تحبوش تحضروهم لرمضان تنجموا حتى تحضروهم للصيف، تبروفيتيو من توا بويسك توا موسم البرقدين وموسم القارص، تعملوا بيه ابن روسيت. جربوا الروسيت هذه وتوا تشوفوا راهي بنه على بنه بالحق، وسهله على الاخر، ما فيهش برشا تفلسيف. وباش ينجح لكم السيتروناد لازمكم تختاروا قارص يكون من نوعيه الباهيه، لازمو هكا يكون اصفر، ما لازموش يكون اخضر، ولازمو زاده يكون طري. كي نمسو هكا يبدا طري يعني راهو ماهوش شيح من داخل. ولازم القشره نتاعو ما تبداش هكا القشره لخشينه، لازم القشره نتاعو جيده باش هكاكا ينجح لكم السيتروناد. اهم شيء تختاروا قارص باهي. وزاده البرقدين لازمكم تختاروا برقدين يكون هكا لونه فونسي باش من بعد الجو نتاع البرقدين يجيكم لونه باهي. وما لازمكمش تعملوه باي برقدين، اختاروا برقدين يبدا سبيسيال عصير. اول حاجه باش نعملوها باش نمشيو نغسلوا القارص. بالنسبه للكميه اللي انا باش نعملها، باش نعمل 2 كيلو كهو، وباش نعطيكم 2 طرق كيفاش تستحفظوا به، وانتم اعملوا اللي تساعدكم. باش نمشي نغسل القارص ونشوفوا ان شاء الله كل شيء مع بعضنا بالتفصيل. بالنسبه لكميه القارص قبل ما ننسى، خذوا نتوما الكميه اللي تحبوا عليها. انا بويسك فيديو باش نعمل 2 كيلو كهو، كيلو باش نعمله لكم بطريقه والكيلو الاخر بطريقه اخرى. خديت لهنا ماء دافي حطيت فيه خل باش نعقموا القارص نتاعنا، نحطوا فيه الخل على خاطر انا باش نستعمله بالقشره نتاعو، مانيش باش نقشره، باش نخليه هكا شويه في الماء هذيك يدوب معناها 5 دقائق هكاكا باش القشره تتعقم. وناخذ بعد حكيكه الحديد هذيك ونبدا نحك، معناها فريمون نحك بالباهي القشره هذيك، على خاطر كيما قلت لكم باش نعملوا بالقشره. نكمل الكميه الكلها هكاكا بنفس الطريقه، ومن بعد نكمل نحكوا بالباهي نحل عليه هكا السباله كيما تشوفوا هكاكا ماء دافي، ونغسلوا بالباهي ومن بعد نفخوا في الماء هذيك حكايه اسويعه باش يزيد يطرى، وهكاكا من بعد يعاوننا برشا في الخدمه. انا لهنا عبيتهم معناها في الصحافي هذوما وخليتهم يتنفخوا على رواحهم، نفخوهم في ماء سخون. راهو لين رجعت لهم من بعد تعديت الساعه، انا ما خليتهمش برشا، اما تنجموا تخليوهم ساعه ساعتين 3 حتى ليله كامله، راهو يتنفخوا هكاك يعطيكم نتيجه خير. وتوا باش نبدا نقص القارص نتاعي بالكعبه بالطريقه هذه. كيما تشوفوا انا القارص نتاعي راهو معناها القشره نتاعو ماهيش خشينه، مانيش باش نقشره، مانيش باش نعمل له حتى شيء. برشا يقولوا اللي القشره البيضه هذيك يعني تمرر السيتروناد، هو راهو القلوب يمروها، واذا كان فريمون قشره خشينه برشا تنحيوها. انا ديما ناخذ اللي يبدا قشرته هكا جيده باش هكاكا ما نحيهاش. وبالنسبه للقارص اليوم انا خديت 2 انواع، نوع ديجا معبي بالقلوب هكا كيف ما تشوفوا، ومن بعد لقيت نوع اخر، خديت نوع الاخر طياره على الاخر بالحق باهي برشا، خاصه الجماعه اللي يعيشوا لهنا في السعوديه. تو نوريه لكم بعد، اذا كان تلقاوه اعملوه هو يجيكم ياسر بنين. ريتو كيفاش ما فيهش برشا قلوب بالنوع الثاني. وباش نواصل انا نقصهم الكلهم بنفس الطريقه، طريقه سهله ماهله. تقصوهم دي رونديل كيف هكاكا، وحتى قلب ما تخليو، ركزوا مليح في القلوب، راهو القلوب هما اللي يسبوا المراره في السيترونات. كملت لهنا قصيتو الكل بنفس الطريقه كيما شفتوا، دي رونديل ماهمش خشين برشا جيدين. وباش نوريكم الساشي اللي شريت فيها القارص هذه، خاصه اللي يعيشوا لهنا في السعوديه، الحقيقه عجبني على الاخر، خير من اللي يبيعوه بالميزان، ماهوش بنين بالكل ومعبي برشا بالقلوب. انا هاو كنوريكم في الاخر، نتوما اختاروا اللي يعجبكم. النوعيه تركيه هذه. باش نتعديو توا الاول طريقه كيفاش نستحفظوا بالقارص وما يصير له حتى شيء، ومن بعد تجبدوا ديريكت تعملوا سيتروناد يجيكم بالحق بنه على بنه. وكل شيء بالميزان، راهو كل شيء مضبوط. خديت الميزان نتاعي باش نحط توا 500 غرام قارص في الصحفه هذيك. كملت لهنا حطيت 500 غرام نتاع قارص، كان زاد شويه مش مشكله ما يقلقش، يبدا مش زايد برشا. هيك 514 غرام، على خاطر فما رونديل تبدا خشينه ورونديل جيده، هذاك علاش. باش نحط توا 300 غرام سكر، انا نحط 300 غرام وتجي الحليوه نتاعو صافا على الاخر معدله بالكدا. اذا كان نتوما فريمون تحبوا الحلو برشا تنجموا تزيدوا، اما راهي المقادير هذه مضبوطه برشا.
هاي لهنا كملت حطيت كمية السكر المطلوبة. توا باش نخلط بالباهي اللي يدخلوا في بعضهم. وبالنسبة للسكر راهو هذاك اللي باش يصبر لنا القارص ويخليه ما يتبدلش، ومن بعد زيادة باش يخلي السيتروناد متاعنا بنة على بنة، على خاطر القارص قد ما يترقد في السكر قد ما السيتروناد يجينا ياسر بنين. اذا كان عندكم مناسبة وتحبوا تخبيو السيتروناد معناها القارص وما عندكمش بلاصة في الكونجيلاتور، تخدموه هكا بنفس الطريقة، من بعد تجبدوا قبل المناسبة بنهار، ترحيوه وتصفيوه ويبدا هكا حاضر. تزيدوه الماء بالطبيعه ويبدا حاضر. حتى جماعه اللي يبيعوا راهو مكثر يخبيوه هكا باش ما كي يجيهم كوموند يبدا هكا مرقد في السكر نتاعو حاضر، اموره واضحه. جوست يرحيو ومن بعد يصفيو ويزيدوا الماء وكهو. ان شاء الله تبدا الطريقه واضحه. باش نكمل انا نحط الكميه الكل السكر هذاك الكل وتهزوه وتحطوه، ما تخليوهش في الصحفه. نسكروا عليه بالباهي نبسطوه هكا، ما نخليوش يبدا هكا ملكمت، نبسطوه هكا ونحطوه في الكونجيلاتور ما ياخذلناش زياده بلاصه. وزيدا من بعد يبدا لنا ساهل في معناها في الرحيان، يبدا ساهل ديريكت نجبدو ونرحيوه ديريكت، ما نخليوش يتنحى منه الثلج. راهو الرحيان نتاعو ساهل برشا. كملت عملت ارطل الاخر هكاك بنفس الطريقه. انا بيدي ما عنديش بلاصه معناها باش نحضروا دبيبز، هاكا نخبيه بالطريقه هذه، ووقت اللي حاجتي نجبد نلقاه حاضر. واذا كان تحبوا تنجموا تكتبوا عليه الدات باش تعرفوا وقتاش معناها خبيتوه. واذا كان الفريجيدير نتاعكم فيه حوت والحم وفازيت برشا، حطوه في دوبل ساشي باش هكاك ما يدخلوش المطعم نتاع الحاجات الاخرين. وباش نتعديو توا للطريقه الثانيه اللي انتم معناها يا باش تشربوه في وقته والا باش تكنجلوه وهو يبدا في الدبيبز نتاعو. حطيت كيلو نتاع قارص في الصحفه هذيك، كملت حطيت عليه 600 غرام نتاع سكر، هيك زايده شويه مش مشكله. باش نخلط لهنا بالباهي للي السكر هذاك يدخل في القارص بالباهي ويبدا القارص هكا يسيب في الجو نتاعو. من بعد باش نتحصلوا عليه بالطريقه هذه. ريتو كيفاش القارص سيب الجو نتاعو تلمون انا قعدت نخلط. توا باش نغطيه ونخليه يبات ليله كامله في الفريجيدير. ريتو قد ما نحيت قلوب ومازال هاكا كل ما نشوف قلبها وكان نحي. ردوا بالكم من القلوب باش هكاك يجيكم سيتروناد بنين. باش نغطيه ونحطه في الفريجيدير ليله كامله. بتنجموا حتى تخليوه ليلتين يزيد يجيكم بنين برشا. انا بويسك مزروبه وفيديو وكل شيء باش نخليه ليله اكاهو ومن بعد نرجع له نشوفوا بقيه المراحل. ولهنا بعد تعديت ليلة كاملة والقارص مرقد في السكر. وشوفوا النتيجة اللي تحصلنا عليها. السكر ذيب، القارص سايب هكا الجيو متاعو، ما لكن خليته ليلتين كيفاش باش يجي. وماذا بيكم تعتمدوها الطريقة هذه بالحق. السيتروناد راهو جاني بنة على بنة. وتعرفوني من ودكم كان بالحاجة البنينة والحاجة المامو. باش نتعديو توا نرحيوه. بالنسبة للرحيان رحيو باللي عندكم، يعني باللي متوفر عندكم. انا المرة الاولى رحيته بهذه حسيته جي هكا خشينة شوية. باش نعاودوا من بعد في الرحالة الاخرى باش نستعمل الكل في الكل 3 إترات ماء. واذا كان تحبوا كونسونطري ما تحطوش الماء معناها برشا، حطوا شويه وخبيوه هكاكا كونسونطري ومن بعد هاكا كي تجبدوا زيدوا الماء. انا الحقيقه مانيش باش نخبيه كونسونطري، باش نزيدوا الماء المره الاولى باش نصفيه بالصفيه هذيا ومن بعد باش نعاود نزيدوا الماء ونرحيه ومن بعد نعاود نصفيه مره اخرى وفي الاخر باش نصفيه بالغربال الجيد على الاخر. ولهنا بعد لرحيتو المره الثانيه وزدتو شويه ماء باش نكمل نصفي. ريتو توا كيفاش رطاب قبيله هكا جاني خشين شويه وكملت لهنا صفيتو. وتنجموا زيدا في المرحله هذه تعاودوا ترجعوه للصحفه نتاعكم وتزيدوه شويه ماء وترحيوه وتعاودوا تصفيوه. اما انا الحق يزي صفيتو مرتين بالصفيه هذه وباش نكمل توا نصفيه بالغربال هذيا الجيد على الاخر باش يجينا السيتروناد ياسر صافي. بعد تكملوا لهنا التصفيه عندكم خيارين، يا اما تخبيوه هكا يبدا كونسونطري من غير ما تزيدوه الماء، والا تخبيوه تزيدوه الماء وتخبيوه يبدا حاضر. وقت اللي تجبدوا هاكا تجبدوا دبوزه تبدا حاضره، ما تقعدوش بعد حصه اخرى وتزيدوا في الماء. فما حتى شكون يخبيه بليش سكر يزيد السكر. الحقيقه انا ماذا بيا نخبيه يبدا حاضر واموره واضحه. لهنا باش نذوق انا ونشوف اسكو خفيف نزيدو ماء لي. لهنا راني زدتو انا ماء، يعني الكل في الكل استحقيت 3 إترات راهم الاول وانا نزيد مازلنا في 3 إترات ما زدتش بعدهم جمله راهو. وحتى
حسيته هكا قوي شويه، كنت نجم نزيد مي خليته هكاكا. قلت من بعد كان هكا ظهر لي نزيد شويه خير من اللي يجيني خفيف برشا. وانتم هاكا ذوقوا وشوفوا. وبالنسبه للسكر نورمالمون السكر معدل اموره واضحه، اما الجماعه اللي يحبوا برشا السكر هاكا زاد ذوقوا. كان حسيتوه ناقص السكر تنجموا تزيدوا راهو ما يقلقش. وهذوما لهنا الدبابز اللي باش نحط فيهم العصير، وانتم حطوا في شنو تحبوا. حبيت جوست نوريهم لكم تاخذوا عليهم فكره. هاكم كل دبوزين يبيعوهم مع بعضهم سبيسيال نتاع عصير راهو. وتنجموا راهو تحطوا العصير نتاعكم في ساشيات نتاع كونجيلاسيون. انا الحق ديما ماذا بيا نحط في الدبابز خير، ما نعرفش علاش ما نحبش العصير يبدا في الساشيات، وكل واحد كيفاش. غسلت الدبابز نتاعي هاكم مازالوا ما شاحوش، اما مش مشكله نشفتهم جوست من برا. وتوا باش نحط فيهم السيتروناد. والسيتروناد نتاعي احذر ما تتصوروش قداش بنين جاي، وشوفوا ما شاء الله لونه محليه. وتنجموا راهو تحطوا سكر فانيي هكاكا كيف ما تحبوا. انا السيتروناد بسكر فانيي نحبوا كي باش نقدموا مع حلو ولا جاتو ولا حاجه، اما كي باش نحطوا هكا مع الماكله الحق نحبوا يقعد هكاكا. وبالرغم انا مش حبيبه في السكر فانيي، اما باش نعمل دبوزه هكا باش نوريكم كيفاش سهله ما فيها حتى شيء. ناخذوا زوز هكا باكويت تاع سكر فانيي، تحبوا الطعم نتاعو قويه برشا هكا تزيدوا تعملوا 3 حتى 4 راهو اذا كان فريمون تحبوه فاوح برشا. ونقعد نخلط للي السكر هذاك يذوب، وكالعاده نحطه في الدبوزه. ولهنا تنجموا تكنجلوه والا تشربوه بالوقت هكاكا، معناها انتم شنو تحبوا. انا الكميه ماهيش كبيره برشا، ان شاء الله نعاود هكا كميه اخرى تبدا مش فيديو نبدا براحتي، على خاطر بالحق في الفيديو نتعطل برشا. اللي بالسكر فانيي باش نحط فيها تيكي هذيا باش من بعد معناها نعرفها انهي، والاخرى باش نخليها هكاكا. باش نتعداو توا للعصير نتاع البرقدين. العصير هذيا بنه على بنه، بالحق جربوه بالمقادير اللي باش نعطيه لكم وتوا تشوفوا البنه كيفاش. وكما قلت لكم في اول الفيديو لازمكم تاخذوا برقدين من نوعيه الباهيه ولونه يبدا هكا غامق باش اللون نتاع العصير من بعد يجيكم باهي. خذيت 3 كيلو نتاع برقدين عليهم كيلو نتاع قارص هذيا لهنا، وهو مازال بالقشور يعني المقادير هذيا من بعد هكا باش تختلف شويه. باش نهز نغسلهم كيما غسلت القارص راهو هنا باش ما نطولش عليكم. هاكا غسلتهم الزوز حكيتهم بالباهي، وتوا باش نوريكم كيفاش باش نستعملوا القارص. مانيش باش نستعملوا القشره نتاعو، باش نقشروا هكا كاني باش نقشر كعبه نتاع برقدين، ومن بعد نقصوا دي رونديل ونحيلوا القلوب. زاده ضروري نحيوا القلوب باش هكاكا العصير يجينا بنين وما يجيناش مر. القشره هذيك البيضه زاده لازمنا نحيوها، ريتو كيفاش قاعده نحي فيها ما نخليوهاش جمله. ونكمل نقصوا هكاكا كيما واضح قدامكم، ونأكدوا نعاود على القلوب لازمكم تنحيوها الكل، ونكمل الكميه الكلها هكاكا بنفس الطريقه. كملت قصيت كميه القارص الكل. تو باش نتعداو نحضروا البرقدين. بالنسبه للبرقدين انا مانيش باش نستعملوا بالقشره، اما غسلته على خاطر القشره هذيك حاجتي بها باش نرحيها ونستعملها في الحلو، نستعملوها في اليويو، نستعملوها في البسكوي. هذاك علاش معناها باش نحيها هكا، ما نحيوش معها القشره البيضاء على خاطر من بعد ما تجينيش فاوحه ولونها زاده ما يجيش باهي. اذا كان تحبوا تشيحوا قشور البرقدين راهو ما تشيحوش البيضه هذيك معاه. نحيت انا اللونها اورانج هذيك حطيتها على جنب، والقشره البيضاء هذيك نتخلص منها. وهذوما لهنا القشور اللي تحصلت عليهم حطيتهم هكا في بلاتو. اذا كان عندكم هكا الشمس تحطوهم للشمس تو في ساعه يشيحوا، ولا تخليوهم تو معناها حتى في الدار عادي راهم يشيحوا، اما يبطاو هكا اكثر. انا باش نحطهم على جنب وباش نتعدى توا نقص البرقدين. تقصوهم دي رونديل ولا تقصوهم كيف ما تحبوا، على خاطر ديجا بعد باش نرحيوه ما يقلقش. صاي البرقدين حاضر، القارص حاضر. توا باش نبدا نرحي القارص. باش نحط يدو بشويه ماء كهو مش برشا باش يعاوني باش يترحى بسهوله. هو في ساعه تو يترحى على خاطر القشور هي مستنسه تعطل، كي يبدا مقشر تو في ساعه يترحى.
صاي لهنا كملت رحية القارص. توا باش نتعدى نصفيه، ضروري راهو نصفيوه في الوصفة هذية قبل هكا بالمسبق، ومن بعد نشوفوا كيفاش باش نعملوله مع البرقدان. كملت لهنا صايي صفيت القارص كيف ما تشوفوا هكيكا. توا باش نتعدى نوزن الكميه هذيك باش نشوفوها قداش. انا حاجتي ب 500 غرام قد في الوصفه هذه. حطيت الميزان خاطر راهو المكونات اللي عطيتهم لكم مضبوطين، راهو اذا كنت تحبوا كميه ما اكبر اهو كزودوا في كل شيء. يعني جيت ناقصه شويه، ما قعدت نقطر فيه اللي تحصلت على 500 غرام هيك زيد 3 غرامات مش مشكله ما شاء الله. المهم جيتني قد باش ما نقعدش نعاود نعصر في القارص. وحاجتي لهنا بكيلو ونص متاع برقدان، يعني 500 غرام قارص كيما عملناه بالطريقه هذيك، وكيلو ونص برقدان. لازمكم توزنوا بعد لا تقشروا وتنحيوا القشور وكل شيء. راهو هكيك الوصفه تجي لهنا هاوكا كيلو ونص متاع برقدان. زيد هكا شويه مش مشكله كي تبدا زياده خفيفه. فضل لي البرقدان هذيك حطيته في ساشي وحطيته في الكونجيلاتور. هاوكا مره اخرى نعمل بيه جو ان شاء الله. البرقدان هذيك حطيت فوقه القارص، وتوا باش نرحيوه بالباهي. صاي لهنا كملت رحية البرقدان متاعي اللي مخلط بالقارص. كملت حطيت شويه ماء مش برشا باش يعاوني باش نصفي بسهوله. بالنسبه للماء تنجموا تستحقوا من إيترتين ونص حتى 3 إيترات، كل واحد والقوام اللي يحب عليه. فما اللي يحبه خفيف، فما اللي يحبه ثقيل. المهم ما اكثرش من 3 إيترات. راهو انا حطيت إيترتين ونص هكا خاطر نحبه ثقيل الحقيقه، يجي بنين برشا كي يبدا عقد شويه. باش نصفيه هكا بالطريقه الواضحه قدامكم. اللي يفضل هذيك في الصفيه باش نزيدو شويه ماء وباش نعاود نرحيه ونعاود نصفيه. واللي يفضل من بعد تنجموا تاكلوه بالمغرفه، سينو تنجموا تعملوا بيه جاتو. انا عملت بيه جاتو جات ياسر بنينه، والباقي الحق كلينيه بالمغرفه زاد بنين برشا. بالنسبه للسكر انا حطيت 500 غرام. تنجموا راهو تحطوا اقل كيما تحطوا برشا اكثر يا ربي. هاوكا انتوما زيدوا حسب الحلاوه اللي تحبوا عليها، وزيد انتوما والبرقدان نتاعكم. اذا البرقدان قارص برشا باش تستحقوا اكثر سكر، اذا البرقدان ماهوش قارص برشا باش تستحقوا اقل سكر. انا 500 غرام وجاني سافا، الحلاوه نتاعو معدله على الاخر. اذا كان نحط اكثر باش يجيني ياسر حلو. كي نحطوا السكر نقعدوا نخلطوا بالباهي للي السكر هذاك يذوب. ولهنا قعدت معناها نصب في الماء. وتوا باش نحط السكر. هاكا نورمالمون كل شيء واضح، وبالحق راهو بنين ما شاء الله. ريسيت مختلفه بنينه وبالحق تهبل. جربوها وما كومش باش تندموا بالكل. بعد ذوبت السكر قعدت نزيد في الماء بشوي ونشوف في القوام. ما تحطوش اكثر من اللازم ماء كما قلت لكم، بنتو يبدا ثقيل شويه. وهذه في الاخر القوام اللي تحصلت عليه. وباش نتعدى نحطه في الدبابز. بالنسبه للريسيت هذه بالحق بن على بن، جربوها او ما كومش باش تندموا بالكل. تنجموا تحضروها لرمضان، تحضروا هكا وتحطوه في الكونجيلاتور وقت اللي حاجتكم اهو كتجبدوا يبدا حاضر. وشفتوا لونه ما شاء الله جاي ياسر محلاه. لازمكم تختاروا برقدان من نوعيه البيه باش يجي اللون نتاعو ما شاء الله. وكهو توصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله تجربوهم. واذا كان جربتوهم ما تنسوش تبعثوا لي الصور نتاعكم على انستغرام، يفرحوني برشا. وان شاء الله ما نكونش طولت عليكم، راني نحب ديما نفسر ونعاود باش هكاكا تجيكم الوصفه كيف ما انا قاعده نحكي عليها. ما نحبش نفلت لكم حتى شيء. واذا كان عندكم اي اسئله ولا حاجه اكتبوا لي كالعاده وانا ان شاء الله نجاوبكم. وتوا نقول لكم بسلامه، وان شاء الله يا ربي نقابلوا في فيديو اخر على قريب.